نعود إلى الحديث مع مدرب النادي الصفاقسي غازي الغريري في هذا الجزء الثاني. ما هي رهاناتكم فيما تبقى من الموسم؟ احنا واضح معناها تعاقدكم مع النادي الصفاقسي كانت الاهداف واضحه. معناها بالنسبه لي انا اول هدف جيت من اجله النادي الصفاقسي هو رابطه الابطال. يعني انا معناها كمدرب طموحي اني معناها نمشي بعيد ونتوج ان شاء الله برابطه الابطال مع النادي الصفاقسي. كيف بطوله تونس كاس تونس، يعني فريق كبير كما النادي الصفاقسي بنجم كان يلعب على المراكز الاولى. هذه الاهداف، لكن مع الاهداف لازم فما امكانيات وفما معناها برنامج عمل وفما استراتيجي. دونك احنا تكلمنا على انه المرحله الاولى ان نبقاو نراهنوا على البطوله او المركز الثاني اللي هما هذوما كما قلت احنا باش يخولونا ديما نكونوا موجودين في رابطه الابطال. ثم كاس تونس كيف وفما المرور الى دور المجموعات بالنسبه للموسم هذا في رابطه الابطال. دونك هذه الاهداف اللي احنا معناها راسمينها. هل يمكن بالرصيد البشري المتوفر وربما بالرصيد البشري الذي سيتوفر بعد الميركاتو الشتوي، هل يمكن المراهنة على كأس رابطة الأبطال الأفريقية؟ باختصار شديد النادي الصفاقسي إذا خرج من رابطة الأبطال النسخة الماضية ما كانش عنده العناصر الكافية باش يتوج، وخاصة على مستوى المركز اللي احنا الناس كلهم نتكلموا عليه قلب الهجوم، وخاصة على مستوى الدفاع. زوز مراكز هذوما كان النادي الصفاقسي في أمس الحاجة باش يدعمهم، فما بالك اليوم بمغادرة 3 لاعبين أو 4 لاعبين اللي هما يعتبروا أساسيين وركائز. اليوم النادي الصفاقسي ما نجم يراهن على رابطة الأبطال إلا منعوا الانتدابات اللي كانت مطلوبة قبل ما يغادروا اللاعبين ولتعويض اللاعبين هذوما. معناها النادي الصفاقسي في حاجة أقل شيء 4-5 لاعبين اللي يعملوا التوازن ويعطيوا الإضافة ويعطيوا الحلول باش النادي الصفاقسي ينجم يدخل رابطة الأبطال بحظوظ كبيرة. حسب القائمة المتوفرة الآن في رابطة الأبطال الأفريقية، ما هي الفرق التي يمكن أن تراهن بجدية على النسخة الجديدة من رابطة الأبطال الأفريقية؟ والله من تونس أكيد زوز فرق اللي مشي تشارك، النادي الصفاقسي والترجي اللي هما زاد كيف أهدافهم رابطة الأبطال. من باقي ثم الفريق المصري اللي قاعد راجع بقوة الأهلي اللي خذا كاس الكاف، ثم الفرق الجزائرية اللي ديما معناها كما ستيف اللي كان مفاجأة النسخة الفارطة برز يعني. فما بروز الأندية الكونغولية سواء مازامبي أو فيتا كلوب اللي لعب النهائي. البطولة الكرة الكونغولية تطورت سريعا يعني. تطورت على خاطر فما عمل وفما انفستيسمون، فما استثمار. يعني إذا كان اليوم نشوف إمكانيات نادي مازامبي إمكانيات رهيبة، معناها هذا مش بالصدفة، لأن اليوم عنده إمكانيات كبيرة وعنده القدرة باش يجري. اليوم مازامبي عنده القدرة باش يشتري اللاعبين الأفارقة النجوم في بلدانهم. شوف نصف مازامبي لاعبين دوليين من كما اللاعبين الايفواريين، اللاعبين الكامرونيين، اللاعبين من جنوب افريقيا. يعني فريق مازامبي عنده الامكانيات اللي تخليه يشتري اللاعبين الافضل. واليوم الحق عليه فيتا اللي عنده عديد الاجانب مش كان لاعبين كونغوليين. كيف الاهلي المصري اللي قاعد يرجع بقوه، كيف الانديه المغربيه والانديه الجزائريه قاعده تحط في مبالغ كبيره باش تبني فرق كبيره. اليوم زاد العنصر نتاع الماده مهم جدا، اللي انت عندك امكانيات ماديه تنجم تعمل فريق قوي، تنجم تعمل انتدابات معناها من مستوى عالي اللي تخليك تراهن بكل قوه على رابطه الابطال. لما حالة كانت لك تجربه قصيره مع المنتخب الوطني، يخوض منتخبنا دورة جديدة من كأس أفريقيا للأمم، كيف ترى حظوظه؟ والله المنتخب عندي كما يقولوها تجربة طيبة جدا، لأني ساهمت مع الإطار الفني الكل مع جورج ليكانز وباقي الإطار باش عملنا مجموعة محترمة. ما نقولش مجموعة فيها لاعبين من مستوى عالي، لكن مع لاعبين محترمين ولاعبين عندهم إمكانيات طيبة جدا. اليوم قوة المنتخب في هالمجموعة وفي هاللحمة اللي تكونت مزيج بين اللاعبين أصحاب الخبرة اللي ينشطوا في أوروبا، اللي بعض اللاعبين اللي قدم اللي يلعبوا في تونس، وكذلك بعض اللاعبين الشبان. المجموعة هذه اللي عملت باركور محترم في التصفيات
عندها الامكانيات وعندها الحظوظ. دعمت المجموعه توا بزوز ولا ثلاثه عناصر اخرين محترفه اللي ممكن توفر الاضافه والحلول على المستوى الهجوم، لانه قلنا ان المنتخب التونسي كفريق وكمجموعه صلب، لكن تنقص الحلول الهجوميه باش يلعب الادوار الاولى. اعتقد من ضمام توزقار اللي ان شاء الله ظروف تخدمه وان شاء الله يتاقلم بسرعه، خاطر مش سهل يجيك لاعب لاول مره المنتخب باش يلعب كان في افريقيا، وتعرفوا الخصوصيات نتاع افريقيا. كيف ان شاء الله بنحترم كيف الدعوه نتاعو تعطي الاضافه، لانه لاعب مميز وشفناه معناها في هيرتا برلين قاعد يقدم في مستواه، وان شاء الله التحضيرات تكون في مستوى التظاهر هذه، لان اليوم تونس في مجموعه مطالبه اولا باش تتعدى للدور الثاني، ومطالبه باش تمشي بعيد في نسخه شفنا فيها معناها منتخبات قادره في النسخه الاخيره انها باش تكون معناها في ادوار متقدمه على غرار بوركينا فاسو اللي ما كان حتى واحد يخليها توصل للنهائي كما المنتخبات التقليديه. اليوم نشوفوا الكان يغيبوا عليه منتخبات عتيده، مصر للمره تقريبا الثالثه ما هيش موجوده. دونك كل شيء ممكن في الكره، والمنتخب لازم يامن بحظوظه باش يمشي كمتراهن. هل هناك لاعبون يستحقون التقمص زي المنتخب الوطني ولم تتم دعوتهم سواء في النادي الصفاقسي أو في غيره من الأندية التونسية أو حتى من المحترفين بالخارج؟ لو كنت المدرب الوطني هل تستدعيهم؟ لا أريد إجابة دبلوماسية. لا مش نتكلم على الإجابة الدبلوماسية بكل وضوح. أنا نعتقد أن المجموعة اللي توجهت لها الدعوة بنسبة 90 أو 95% هذيك المجموعة اللي ممكن التعويل عليها في الفترة الحالية، ممكن اسم ولا اثنين للإضافة، ممكن على مستوى الهجوم فما لاعب ولا اثنين في برزوا في البطولة، لكن مش هذا المعيار. معناها المعيار هو القدرة على تحمل ضغط المباريات الدولية في الكان. نعتقد أنه بنسبة 95% اللاعبين اللي يوجه لهم المدرب الدعوة ذوك اللاعبين اللي يمكن ينجموا يكونوا في الكان. ممكن على مستوى الهجوم إضافة الحرباوي قاعد يقدم في مستواه، كان ينجم يكون في المجموعة، لكن ثم اعتبارات أخرى ممكن خلته ما ينجمش يكون في المجموعة. كذلك ممكن آدم الرجابي اللي قاعد يقدم في مستوى جيد مع النادي الرياضي البنزرتي كان ينجم يكون كذلك من الحلول الهجومية، لأنه اليوم على مستوى الدفاع والوسط المنتخب عنده الخبرة وعنده الصلابة المطلوبة. على مستوى الهجوم هي نقطة الاستفهام، كيفاش باش نكونوا على المستوى الهجوم اللي احنا مطالبين باش نفوزوا ونمشيوا بعيد في النسخة هذه. لكن أنا أرى أن الحارس رامي جريدي وكذلك أيضا هذا الحارس الذي برز خلال الأيام الأخيرة كرير على ما أظن حارس الترجي الجرزيسي، يعني تألق بشكل لافت في الأيام الأخيرة. لا أنا خليني مع رامي جريدي، لأنه رامي جريدي عنده التجربة والخبرة. أعتقد أني كنت ممكن في حديث سابق مع الناخب الوطني كان يستفسر عن اللاعبين، كان يفكر بجدية باش يوجه له الدعوة، واعتقد أنه حتى تكلموا معايا في الصدد على أساس كانوا باش يكونوا 4 حراس. لكن كما نعرف أن اللي كانز من الحاجات اللي هو متمسك بهم هو المحافظة على نفس المجموعة بنسبة كبيرة. في النهاية خير باش ياخذ 3 حراس فقط. ممكن أنا كنت نخير أنه باش يكونوا 4، لأنه ما نعرفوش شنو ينجم يصير، ورامي جريدي قاعد يقدم في مستويات في مستويات، لكن هذه يعني عدم الدعوة قد أثرت على معنويات اللاعب ممكن الفترة السابقة أثرت على معنوياته، وتكلمت معها أنا برشا في الصدد هذايا. ممكن كل لاعب يطمح هذا حقه باش يكون في المنتخب، واعتقد أنا كنت معناها نجم نشوف رامي جريدي مع المجموعة اللي باش تدخل الكان. بالنسبة للكرير لاعب حارس قاعد يقدم في مستويات عنده مستقبل، لكن ثم عامل الخبرة اللي يعمل الفرق، لأنه 3 حراس اللي استدعاهم كلهم عندهم الخبرة بالمنتخب وبالأندية الكبيرة وبالمسابقات الأفريقية. أسعار اللاعبين بين ظفرين سواء في تونس أو في العالم أصبحت من نار. هل أنت مع تقنين الاحتراف وتحديد سقف لمنح وأجور اللاعبين؟ والله بدنا نحكيو على وضعنا وحالنا اليوم. احنا باش نكونوا امناء مع رواحنا ومع الجمهور الرياضي، مستوى البطوله نتاعنا ومستوى الكره نتاعنا ومستوى المعيشه نتاعنا معناها صراحه يحتم علينا ان نعملوا تسقيف للاجور وللرواتب والعقود. انا مش معقول احنا في بلاد
بعد ثورة، بعد 4 سنوات، في الأزمة المادية الخانقة، في الظروف البطالة، في ظروف الكرة الحقيقة اللي ما هيش من مستوى كبير، نشوفوا أجور عالية أكثر من 100,000 دينار في الشهر. دونك هذا ممكن للمراجعة، نقطة للمراجعة، لأنه نقول أنا بالنسبة لي نحن المستوى نتاع بطولتنا باستثناء 2 نوادي أو 3 نوادي، البقية ما عندهمش الإمكانيات باش يجاريوا النصر، وربما هذا العائق للكرة نتاعنا، لأنه فما برشا أندية هربت علينا بالجانب هذا. هل يعقل أن يتقاضى اللاعب من اللاعبين، هو من حقه أن يتقاضى أجرا محترما، أن يتقاضى أكثر من 100,000 دينار، في حين في بعض أصقاع البلاد هناك من ما زال يتدور وجوعا؟ أنا 100,000 دينار هذه أنا نقول لك ما فماش شكون يتقاضاها في أوروبا، فماش في مستويات البطولات الأوروبية، معناها نقول أنا بطولات أوروبية بين قوسين، في فرنسا، في بلجيكا، في بعض البطولات معناها اللي ما هياش فيها مبالغ كبيرة. 100,000 دينار يعني تعرف 100,000 دينار يعني تقريبا 40,000 يورو 50,000 يورو، معناها 40,000 يورو هذه زايد معناها نقولوا احنا الضرائب اللي يخضعوا لها اللاعبين هي اللي ما يوصلوهاش اللاعبين، ما ينجموش ياخذوها نت. نقول انا مبالغ كبيره، ومبالغ مره اخرى ما هياش في حجم امكانيات البطوله التونسيه ولا المستوى المعيشي في البلاد. اخر سؤال، في ظل الاحتراف المعتمد في تونس وفي بعض الدول الافريقيه، هل ترى ضروره اجباريه تامين اللاعبين والمدربين بعد ان لقي احد اللاعبين حتفه في الجزائر؟ والامثله عديده. والله لازم ندرسوا بجديه وبعمق ظاهره العنف في الملاعب، وظاهره هذه الاحداث اللي تصير اليوم. احنا لما نلعبوا في بطوله في جماهير معناها في ملاعب نتاع 1000 متفرج و500 متفرج، ونشوفوا في المظاهر نتاع العنف. لازم ندرسوا بعمق الاسباب الحقيقيه ونقضيوا عليها باش نرجعوا الجماهير، لانه ما فماش كره بدون جماهير. من الاسباب اللي تخلي العنف هذايا هل الاحتراف المغلوط، يعني احنا الاحتراف نشوفوه في الفلوس، معناها تشوف اللاعبين محترفين، تشوف المسؤولين هواة، تشوف القوانين نتاعنا لازمها تتغير. اعتقد لازم فما ثوره على المستوى الرياضي. جات الثوره لتونس لكن ما مستش الرياضه، لانه بقات دار اللقمان على حالها، الانديه في عجز، الانديه تتعارك مع سلطه الاشراف ومع الجامعه باش تاخذ فلوس. البحث عن الموارد مهم، وكذلك التسقيف نتاع الرواتب والاسعار، وكذلك الاحتراف لازم يمس الادارات نتاع الانديه. هذا الكل لازم مراجعه جذريه، ولازم قوانين جديده اللي تقنن الرياضه في تونس بصفه عامه وكره القدم بصفه خاصه، باش هذا ينعكس ايجابا على المردود العام نتاع الرياضه والكره في تونس. غازي، في هذا الحوار المطول اردت احراجك بعض الشيء، واردت استفزازك استفزازا جميلا، ولكنك كنت لينا الى ابعد الحدود. شكرا لك على رحابه صدرك. مرحبا بك، ويسعدني اني معناها نلتقي بك ونلتقي بالقراء والجمهور الرياضي، واحنا دائما معناها من موقعنا معناها نحاول نوفروا المعلومه ونكونوا قراب اكثر من الجماهير، لاني انا نحرص اكثر على اني نكون واضح ونوجه رساله واضحه، ونقولوا احنا معناها الخطاب اللي فيه جديه واللي فيه وضوح ينقص برشا من الاشاعات وممكن من الافكار الغلطه اللي يمكن ياخذوها الجماهير الرياضيه على الانديه وعلى اللاعبين وعلى الرياضيين وعلى المدربين. فنحاول اني نكون صادق كما صدقي مع اللاعبيه، لاني انا نحرص انه باش يكون عندي فريق منسجم ومتلاحم. الصدق مع الجماهير وما نغلطوهمش الجمهور ونخليهم يحلموا اكثر من الواقع، نكونوا واقعيين ونعطيوا المعلومه الصحيحه باش هكا يتفهمونا الجماهير ويكونوا ديما ورانا وديما معنا، وما نكذبوش عليهم وما نغلطوهمش وما نعطيهمش الحقائق المزيفه. شكرا لك والى لقاء قريب ان شاء الله. بارك الله فيك، مشكور.